السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معكم بالنظار للوصفات. ووصفتنا تاع اليوم هذا الدواء الطبيعي المتمثل في هذه العقدة، خاصة لأصحاب اللي يعانوا من الحساسية الموسمية. كما نعرفوا راه وقتها وبزاف ناس تعاني منها وجاية تطول بزاف، يعني الحساسية الموسمية كاين اللي تمثل له في الكحة، كاين اللي يعطس بزاف، كاين اللي تجيه كيما هكا الحكة في القرزين تاعه، يعني كل هي انواع، يعني كل واحد والمعاناة نتاعه. وما راهيش مليحه غير الحساسيه الموسميه. هذه العقده عندها بزاف فوائد، منها تقوي المناعه بشكل كبير، تعطي طاقه ونشاط خاصه في الصباح، مفيده للذاكره والتركيز، تساعد على تحسين صحه القلب والشريان، ومليحه كذلك للبشره، وتعطيك واحد النضاره هايله في الوجه نتاعك، وتساعد في تقويه الجسم وقت التعب والارهاق، وكذلك تدعم الخصوبه وتنشط الجسم بشكل عام. فيها حتى مضادات أكسدة قوية تحارب الأمراض. باختصار راها كنز هذه العقدة. يلا تبعوا معايا شو غادي نحتاجو كامل فيها. هنا عندنا حبوب لقاح النحل، عندنا حبة رشاد، عندنا السانوج، وعندنا جلجلان الأبيض، وعندنا الجوز ولا القرقاع يكون منقي، وعندنا الحبالي حبة ولا هذيك القشرة يعني اللي تتباع كيما هكا. هنا راني دايره خليط بين الحبالي حبة وهذاك اللي يجي طبقات. المهم غادي كيفاش تستعمليه، غادي ديريه في الكسكاس يفور باش يطرى معانا، باش نقدروا نقطعوه يعني بسهوله. ومن بعد نجو نخلطوا المكونات نتاعنا. هادو كامل المكونات غادي تلقاوهم عند اللي يبيعوا اصحاب اللي يعني الاعشاب. صدقوني هاد العقده يعني قلت لكم راها كنز، بزاف مفيده. انا بعد نديرها كل عام للزوج الكريم ربي يحفظه، هو تاني يعاني من الحساسيه الموسميه، كي نديرها له والله غير تحسبوا كنت نكذب، يعني ما شاء الله. وفوائد تاعها راهي عده كما راكم تشوفوا هنايا. جبت خلطت كامل هذوك النواشف نتاعنا مع بعضياتهم باش يتجانسوا لنا كامل. وكذلك ما قلت لكمش باللي غادي نحتاجوا فيها زيت الزيتون. تقدري ديري زيت الزيتون اللي كان عندك، اذا كان عندك الحر هذيك علامه. انا هنايا خدمت بالصبره، يعني زيت الزيتون الصبره تاني راه مليح بزاف وهايل. هنايا بعد ما فرنا هذاك الحبالي نتاعنا، قلت لكم هنا استعملت انا حب وهذاك اللي يجي قشره كيما هكا، نقطعوه دي بتي مورسو باش من بعد كي نجيو نرفدو المغرف يعني تاع العقده نتاعنا تجيك كلش فيها كاع المكونات اللي راكي حاطتهم فيها. هنايا كما راكم تشوفوا راني نقطعه قطع صغيره، وهنا راه طرالنا كان قاصح كي درناه يفور كيما هكا بهذاك الشكل. شوفوا لي كيفاش طرا. وهنايا كنت قطعته نجو دروك نخلطوه مع باقي المكونات اللي كنا خلطناها من قبل. وشوفوا لي هنايا راني نوري لكم باللي زيت الزيتون اللي غادي نخدم به هو نوع هذا الصبرة. انا شخصيا منتوجات الصبرة نخدم بها بزاف، يعني تعجبني وراهي يعني معروفة ومتفق عليها كامل باللي راهي مليحة بزاف. هنا نخلطوا كامل هذوك المكونات مع ديك الحبال اللي كنا قطعناها كما راكم تشوفوا، ونجو نزيدوا في زيت الزيتون نتاعنا كما هكا، نشربوا كامل هذيك العقدة وراهي واجده معانا. شفتوا لي الطريقه سهله ماهله يعني، وراهي بواحد الفائده فيها كما شرحت لكم في بدايه الفيديو. يعني الفوائد تاعها راهي عده. هنايا في زيت الزيتون هي نورمالمون تكثري على هكا كما حنا نقولوا تشربيها اكثر واكثر. انا بحكم انه الزوج ما يبغيش زيت الزيتون على هذيك ما نشربهاش بزاف، يعني الكو تاعه ما يبلش كامل مع هذوك المكونات. بصح نتوما اذا كنتوا يعني تقدروا زيت الزيتون وتتحملوا الكو نتاعه، يعني هو راه مفيد بزاف، تقدري تشربيها اكثر واكثر. هنايا تجيبي بلاره تاعك بعد ما تكوني نقيتيها غايه ومنشفتها، ماذا بيك انك ديريها يعني تستحفظي عليها في البلاره تاع الزجاج، ما ديريش البلاستيك. البلاره تاع الزجاج اللي كانت عندك حطي شويه تاع زيت الزيتون كيما هكا من تحت في القاعده نتاع البلاره تاعك، وبداي تعمري وراهي تشد لك يعني وقت طويل، على خاطر عندك تاكلي غير مغرف كبيره في الصباح. لا تقدري ديري مغرف صغيره الصباح ومغرف صغيره مع العشيه. هنا في الاخر شوفوا اللي بعد ما عمرت البلاره نتاعنا زدت لها كيما هكا كميه مثل زيت الزيتون، يعني لقيت 2 مغارف كبار برك من الفوقه وراهي واجده. حطوها في مكان جاف كيما هكا وبداو تاكلوا كل يوم. وكانت هذه هي وصفتنا تاع اليوم، وصفه صحيه ومفيده بزاف وكي تجربوها ما تنساوش تدعوا لي وشاركوها مع اصدقائكم ومع يعني عائلتكم اللي يعانوا من هذه الحساسيه والمشاكل
المشاكل اللي ذكرتهم لكم يعني تداويهم. ودروك بقى عليا غير نقول لكم نتلاقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الرحمن. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.